هانتي يا اختي، ها النتيجه ها هي. سمعي سمعي التقرميشه، شوفي الفويلطاج، شوفي الفويلطاج اختي، شوفي المسمن كي جا فيه الفويلطاج. هانتي يا اختي سمعي، شتي انا يا اختي جا مقرمل محلول يا البنان، محلول الصراحه غزال. ما نقول لكمش البنات، اتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير البنات. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، جيت نشارك معكم هذا الفيديو خفيف ظريف، تنتمنى ان شاء الله يعجبكم. بالنسبه لليوم ان شاء الله غادي ندير مسمنات ديال البصله والشحمه في الفران. هنا كما كتشوفوا كنوريكم الشحمه ديال الكلوه. قلت للمنظر جيب لي الشحمه ديال الكلوه لان ما بقاتش عندي الصراحه، وما طحناش ليا، جابها ليا هكاك من عند الكزار. الصراحه كتشوفوا داك الخير تبارك الله، اللهم بارك. بالنسبه للمقله راه درت فيها هي البصله مشلضه، شويه الفلفل الالوان، شويه السكينجبير، التحميره، شويه ديال البزار، القزبر ومعدنوس. هنا غادي ندير واحد شويه ديال الزيت. كما كتعرفوا راني حكيت هذيك هذه الشحمه تاع الكلوه، حكيتها درتها في هذاك الشيء باش يذوب، لان كتعرفوا الوليدات غادي يبقاو تيعزلوا لك الحاجه. انا ولادي خاصهاش تبان ليهم، ضروري خاصني نحكها مزيان ولا تجي هكا مطحونه من عند الكزار باش ما تبانش ليهم، لان كتعرفوا هي هكا تتوصلها العافيه كتذوب. هادشي اللي كاين. بالنسبه لديك الحشوه كما كتشوفوا راني حطيتها باش تشحر. كاين اللي ما كيشحرهاش، ولكن انا كنشحرها باش ما تبقاش ديك البصله هكاك حرشه، باش ما تقبش ليا العجينه. هادشي اللي كاين البنات، ماشي كنشحرها مزيان حتى ما تبقاش البصله باينه، ولا غير كنديها ونجيبها حتى تبان ليا طاحت هذيك البصيله، كنحيد نحطها على جنب باش تبرد الحشوه، باش ما تقطعش لينا العجينه وهي سخونه. بالنسبه للعجينه راني عجنت غير الدقيق، الدقيق ديال الحرش العادي، الحرش ديال كنز. الصراحه كيعجبني دقيق كنز، لانه صراحه كاع هكا الدقيق ديال كنز ولا اتقان صراحه زوينين. فبالنسبه للفورس ولا هكا الفينو ولا العادي هكا الحرش، هذا العادي الحرش بوحدو ما خلطته مع حتى شي حاجه. عجنته مزيان، دلكته بشويه الملحه وهذا وشويه ديال السكر سنيده، اي شويه ماشي بزاف تيولي حلو، على حسب هكا باش تجي مسمنه حمراء. بالنسبه للحشوه راه هي كما كتشوفوا، راه حطيتها في داك التبسيط، راه بردات العجينه، راني كورتها حطيتها في ديك الصينيه، راه غادي نبدا نشكل فيهم. درت واحد شويه ديال الزيت فيها التحميره على حسب اللون البنات. هادشي اللي كاين. بالنسبه للمسمن ديالي انا هذيك ماشي وحده غادي نديرها كبيره، غادي نفرق، ندير شي 3 ولا 4 هكا ديال المسمنات. بالنسبه لهذيك الكميه اللي كتشوفوا حدايا تما، خرجت لي 4 المسمنات كبار ديال الفران. كندير 3 عامرين وجوج جوج خاويين، يعني هكا نفرقهم هي بالدقيق باش يجوني مرقين. انتم غتشوفوا دابا راه الفيديو شارح راسو. بالنسبه الاولى كما كتشوفوا راه غادي ندير فيها شويه ديال البصيله وشويه ديال الشحمه وغادي نجمعها، والثانيه كذلك وهذا المثال غادي نجمعها ثاني، غادي ندير نحلها ونضيف لها ثاني هكا البصله والشحمه من الداخل، وغادي نبقى مستمره 3 ديال الكويرات كنعمرهم هكا بالبصله والشحمه، كندير وحده فوق وحده. بالنسبه للجوج التاليين لان كندير 5 ديال الكرات في مسمنه وحده، كاين اللي كيدير 6، كاين اللي تيدير اللي بغى. انا تندير غير 5 جاوني هكاك قياسيين، زعما ماشي كبار بزاف ماشي صغار. هادشي اللي كاين. بالنسبه لهذا ديال الفران صراحه تيكون زوين، ما كيشدش الزيت بزاف كما كتشوفوا، راه ما كنديرش الزيت بزاف لان كتعرفوا الشحمه فيها ليدام وتطلق ليدام هكا في هذا في العجينه. ما يمكنش نبقى نكثروا هكا في الزيت. انتم كما كتشوفوا معايا كندير الثانيه حتى هي عامره بالبصله والشحمه، كندير فص منها الاخرى، غادي ندير ثاني الثالثه غادي نطلقها، وغادي ندير من وسطها الشحمه والبصله، وغادي نضيف عليها المسمنه اللي ربعت. هنا كما كتشوفوا البنات هذه هي الكويره الثالثه، حتى هي غادي نعمرها بالبصله والشحمه، وغادي نضيف عليها ديك المربع اللي ضفت فيه، اللي ضفت. المهم انتم غادي تشوفوا كيفاش الطريقه. هذا الشيء اللي كاين البنات. كنتمنى الفيديو يعجبكم، والفيديو راه شارح راسو. الصراحه الطريقه هذه كتعجبني وكتجي زوينه. صافي هاد الكميه كنكتفي بها بالعماره. هاد الجوج هادو والتاليين غادي نفرقهم هي
بالدقيق باش يجوني هكا مورقين. هادشي اللي كاين. علاش كنضيف وحده فوق وحده؟ باش ما تجينيش وحده عامره بالحشوه ونديرها ندير فص منها الاخرين، لان بحال كنوزع ديك البصله ولا الشحمه كنوزع على هكا الطبقات. هادشي اللي بغيت نشرح لكم البنات. هادشي اللي كاين. المهم هكا غادي نبقى مستمره حتى نكمل ديك الكميه اللي عندي البنات، ومن بعد ديك الساعه غادي نبدا هكا نطلقهم ونحطهم في الطاوه ونحطهم في الفران. هادشي اللي كاين البنات. هذه هي الاخرانيه اللي غادي نضيفها لهاديك المربع اللي درت. غادي نفرقها حتى هي بالطحين، وغادي ندير عليها ديك مسمنه، وغادي نحطها على جنب باش نخليها تطلق حتى نكمل ديك الكميه اللي عندي. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى الفيديو يعجبكم ويكون واضح. هادشي اللي كاين البنات. وتنشكركم الصراحه الله على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي لحد اخر فيديو. تنشكركم بزاف بزاف. تنتمنى هاد القناه هذه تتحرك وتزيد ان شاء الله لقدام. وعلاش لا؟ هاد الكره هي كملتها دابا كما كتشوفوا، انا ربعتها حطيتها على جنب. غادي نخليها حتى نكمل ديك الكميه. يعني الكميه هذه خرجت لي 4 ديال المسمنات بالحجم ديال هذيك اللي وريتكم، بالحجم ديال هذيك اللي وريتكم. انا كنديرهم في داك القياس باش كنتحكم فيهم. يعني ملي كنبي نطلقهم ما كنطلقهمش هكا رقاق، تنخليهم هكا قياسيين باش كيتنفخوا هكا وتعطيونا داك الفويلطاج في المسمنه. وكتجيو الطبقات في المسمنه كتجي وحده على وحده. ما نقول لكمش البنات الصراحه جاو غزالين غزالين والله. البنات ما بقات فيهم شي حاجه اقسم بالله. ديك الساعات فاش كنت كنقرص فيهم كنجبدها سخونه، كانوا حدايا الدراري ومول الدار كنجبدها سخونه كنحطها لهم في الطبسيل. ما نقول لكمش كي جاو مرقين. عرفتي مرقين بنان. كون كنتو حدايا البنات كون عطيتكم دقتو وحق الله العظيم. هانتوما كما كتشوفوا هاد الحجم هاد القياس هذا درت 4 ديال الكرات. وبقات لي العجينه، ماشي ما بقات لياش، وبقات لي ديك الحشوه. وزدت وحده اخرى، ولكن هي صغيره ماشي كبيره بزاف. هذيك الحشوه بقات لي واحد شويه العجينه. عمرت داكشي اللي بقى لي ديال الحشوه عمرتها في هذيك العجينه، خليتها تطلقات، حطيتها في الفران. المهم كي تشوفوا انا ما بقاش عندي داك الورق ديال الزبده ديال الفران، ما عنديش. بالنسبه للطاوه راه كتعرفوا الطاوه ملي كطيبي فيها اليوم وغدا كتولي فيها ديك الكحوليه ديال الطياب. هي راه نقيه. هنا الكره الاولانيه هي كما كتشوفوا الصراحه ما تتفرق عليا، ما كتخرج ليا حشوه، ما حتى شي حاجه. ملي كنخليها كتطلق تنبقى غاديه مستمره معاها هكاك حتى تنحطها في الطاوه. كما كتشوفوا هانتوما البنات ما خرجت ليا حشوه، ما تفرقعت ليا عجينه، ما حتى شي حاجه. كنقرص بالقياس وبالقانون. وغادي نحطها ان شاء الله. غادي ندير جوج في ديك الطاوه، جوج مسمنه طيبتهم في ديك الطاوه لان ديك الطاوه كبيره باش نحطهم دقه واحده باش يطيبوا ليا. هادشي اللي كاين البنات كما كتشوفوا معايا. هذيك هي الاولانيه، غادي نهز ثاني الثانيه وغادي نقرصها. غادي نحطهم بجوج نديرهم في الفران ونكمل ما باقي اللي عندي. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى الفيديو يكون شارح راسو لراسو، وتنتمنى تجربوا هاد المسيمنات والله العظيم البنات الا زوينين اقتصاديين. ما كتبقيش واقفه هكا بزاف، كديري جوج هكا في جوج مسمنات في الطاوه، جوج اخرين كديرهم في الطاوه كتدفعيهم دفعه وحده في الفران وكتهناي مع راسك. كتحطيهم سخان، كتحطهم الصراحه سخان. ديك الساعه كتكوني موجده بالرد ديالها تيسخن. الصراحه انا راه طيبت اتاي كان واجد. ديك الساعه اتاي حطيته فوق الطبله راهي ما دورتش الكاميرا، كانوا حدايا. حاطه بالرد ديالها تيسخون، عمرته بالاقامه. ودفعت هذوك المسمنات خرجتهم الصراحه سخان حطيتهم لهم. ما نكذبش عليكم والله العظيم البنات الا رائعين بزاف. جاو غزالين. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه، ولا كانت عندكم شي طريقه اخرى علاش لا نشوفوها ونتعلموا منها. هادشي اللي كاين. حنا كنستافدوا وانتم كتستافدوا. هادشي اللي كاين البنات. هانتوما المسمنات كيخرجوا. نقول لكم شي البنات صراحه مرقين بزاف البنات. جاو غزالين ما شاربينش الزيت بزاف، ما بينه فيهم الشحمه لان حكيتها. صراحه جاو عرفتي وحق الله العظيم نقدر نبقى تنوصف لكم حتى تنعيا ما نقول لكمش كي جاو. هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله لكم وما تبخلوش عليا باللايك والشير. الله نزيدو ان شاء الله لقدام علاش لا. وكنقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. يا رب.